السلام عليكم خياتي حباباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة كل ما لذ وطاب مع أم وسيم. وش راكم خياتي العزاز؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. يا رب يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كامل مهنيين وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الوصفة نتاعنا ما نساوش نصليو على الحبيب المصطفى محمد عليه افضل الصلوات والسلام. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم جيتكم بوصفة سهلة اقتصادية وخفيفة غير بحبيبات تاع الطرشي وشوية تاع الرز. نديرو واحد الوصفة صيفية هايلة تقطر بالبنة. نجيبو حبيبات تاع فلفل طرشي اللي عندكم، تحبوا ديروا الخضر تحبوا ديروا الاحمر يعني التومة واش عندكم في الفريجيدار تاعكم. نجيبو مقلة، نديرو شوية زيت ونقليو الفلفل نتاعنا اكيد بعد ما نكونوا غسلناه ونشفناه. نحط الحبيبات تاع الفلفل في المقلاة ونقلبوهم على جميع الجوانب. من الاحسن ما نقليوهش مليح مليح باش ما يطيبلناش مليح وما يتقطعش معنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني حبيباتي. نجيبوا الفلفل نتاعنا بعد ما نكونوا قليناه نحطوه عفوا في تبسي ونخليوه. نجوزو الرز نتاعنا، يعني الرز كنت خيرت رز مفور، تقدروا ديروا اللي ماشي مفور الابيض يعني. نغسلوه ونقطروه ونديروا شويه ماء في طنجره او كسرونه ونديروا الرز نتاعنا يطيب يعني يغلي حتى يطيب، ما نخليوهش يتعجل خياتي يعني يفوت النص طياب يعني غير شويه على النص طياب. نديروا له الملح ونخليوه يطيب. كنت قطعت حبه بطاطا ثاني درت لها شويه ملح وشويه ماء وخليتها تغلي حتى طابت. نولوا الفلفل تاعنا نقشروه كيما راكم تشوفوا، نقشروه يعني غير بالعقل باش ما يتقطعش معنا الفلفل، باش كي نعمروه يخرج لنا جباب. واللي ما تحبش تنقيه ماشي مشكل، كاين بزاف اللي يديروا هذه الوصفه بلا ما يقشروه. انا نفضل نقشروه يعني تومه وما حبيته. كاين بزاف اللي يديروا هذا الطبق كيما قلت لكم ما يقشروهش وكي يحطوه في طبق تقديم يقشروا وياكلوا. انا قشرت الفلفل تاعي كيما شفتوني. دوكا نجيبو مقله تاعنا او طنجره نديرو شويه زيت، واحد 4 مغارف ولا 5. كنت قطعت حبيبه بصل تكون صغيره مش كبيره بزاف، درت يعني اكثر كميه اكثر من نص نتاع البصله نتاعي. هنايا كنت نقيت واحد 6 سنينات تاع ثوم، نقيتهم وغسلتهم وسكرفشتهم ودرت النص تاع الثوم وخليت النص للرز نتاعي. درت البصل والثوم يتقلاو في المقيله تاعي كيما راكم تشوفوا، نقليهم مليح. من بعد نجيب الطماطيش نتاعي اللي كنت سكرفشتها نحطها فوق البصل نتاعي كيما راكم تشوفوا على هذا الشكل. نخلطهم مليح. من بعد ندير لي زيبيس. هنايا درت راس الحانوت، درت شويه كركم، شويه فلفل الكحل، شويه قزبر مرحي. كنت نسيت الكمون، درت هانيك مغرفه نص مغرفه تاع كمون، ودرت شويه عكري يعني فلفل عكري الاحمر. درت نص مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري، ودرت شويه هريسه يعني اختياري اللي يحب الحار، والملح حسب الذوق. نخلط كامل المقادير مع بعض كيما راكم تشوفوا، نغطيهم ونخليهم يتقلاو مليح. نروح للحشو نتاعي. جبت هذيك البطاطا اللي قلت لكم غليتها في الماء، تحبوا تغلوها تحبوا تفوروها كيما حبيتوا. جبت هذه الاداه اللي نعبص بها البطاطا نتاعي، الا ما عندكمش عبزوها بالفرشات كيما راكم تشوفوا. نجيب الرز اللي كنت غليته قطرته اكيد، جبت السنينات تاع الثوم اللي كنت سكرفشتهم، البصله المقطعه اللي بقات لي يعني النصف تاع البصله. نحرك مليح
نحاول نخلط هذيك البطاطا مع الرز. من بعد نجيب النعناع مقطع. هذه الوصفه تحب بزاف النعناع والقزبر. هنايا كنت قطعت راس تاع فلفل صغيور وراس فلفل صغيور ثاني تاع الطرشي والفلفل حار. تقدروا ديروا فلفل احمر وثاني فلفل اخضر ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شويه تاع الملح، كركم، فلفل الكحل، راس الحانوت، قزبر مرحي، حبيبه تاع البيض. هذاك الفلفل عفوا خياتي كنت قطعته رقيق رقيق هكا باش يطيب لنا. نخلط الملح يعني الرز مع البطاطا ولا ليزيبيس، ودرت لهم كذلك مغرفه تاع الكمون. نولي الطنجره تاعي او المقله تاعي نضيف الكمون اللي كنت نسيت وما درتوش مع ليزيبيس. هنايا راهي طابت لي لاصوص يعني تقلات لي مليح. هنايا ندير زوج تقريبا كاس ونص تاع ماء. نقص الفرن تاعي ونخلي لاصوص تطيب فيها غطها وتتجمر. نجيب الفلفل تاعي نحاول نعمره غير بالعقل كما راكم تشوفوا. بالك ويتقطع لكم. انايا كان راس تاع فلفل اتقطع لي، على هذيك قلت لكم ما تخليوهش مليح مليح باش ما يطيب لكمش. الا طاب لكم بزاف راح يتقطع كيما هذا يتقطع لي. نحيت عمرته حد التقطع ونحيت له الطرشي اللي بقى مقطع. عمرت كامل الحبات نتاوعي. وين تقطع لي الفلفل جبت الكيردون ودرتو هكايا كيما راكم تشوفوا باش ما يتحليش الرز وما يطيحليش في المقله نتاعي. انا راح للمقله نتاعي او الطنجره تاعي توما واش عندكم يعني تحبوا تطيبوها في لاكوكوت تحبوا تطيبوها في المقله في الطنجره. المقله لازم تكون شويه عاليه باش تجيكم لاصوص شابه فيها. هنايا نجيب الفلفل نتاعي نحطه في المقله على هذا الشكل. نحاول ما نخليش الرز يدفق لي. نحطوه هكا كيما شفتوني حطيته هكا افقيا باش كيما قلت لكم الحشو تاعي ما يدفق ليش. كيف يطيب هكايا راح يشد روحه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني خياتي وتجربوا هذه الوصفه. قد ما نقول لكم بنينه مش راح يعني مش راح يعني تعرفوا البنه تاعو حتى تجربوه وتذوقوا البنه. نخلوه هكا واحد الدقيقه هو يطيب. من بعد نحطه يطيب عادي كما راكم تشوفوا. راني نشد من تحت بالمغرفه باش ما ينحليش الرز نتاعي. جبت بالمغرفه هكا لاصوص ونحط فوق الفلفل نتاعي باش يتشرب لي مليح هذيك لاصوص. حطيت الفلفل تاع الحار اكيد باش يحرر لي يعني المقله تاعي او الاكله نتاعي ويزيد لنا البنه. هنايا درت مغرفه تاع فرينه في الرز اللي بقالي باش نديرهم هكا ديبولات وما ينحلوليش في المقله نتاعي. صدقوني هذا الوصفه بزاف بزاف بنينه يا خياتي العزاز. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. راني نقرا كامل تعليقاتكم واللي حابه اي وصفه انك تخلي لي تعليق وان شاء الله نلبي لكم كامل طلباتكم. شوفوا خياتي هذيك لاصوص راهي تشاهي جات ما شاء الله. اللي يحب لاصوص بزاف هنايا اللي تحب تغمس بزاف يعني اللي تحب تغمس في هذا الوقت الطفي تكون مازالت لاصوص يعني تكون مازالت لاصوص في الطنجره تاعنا ولا المقله تاعنا. واللي تحبها ناشفه تزيد تجمرها كيما انايا خليتها حتى تجمرت قعدت لي يعني غير هذيك البصل والطماطيش ما خليتش لاصوص بزاف يعني تومه وما حبيته. هنايا كيما راكم تشوفوا زدت لها شويه من القزبر والمعدنوس يعني ضروري هذه الوصفه
نديروا لها القزبر والمعدنوس. انايا هنايا زدت خليتها تجمرت، غطيتها وخليتها زادت تجمرت. هنايا كنت طفيت لها طابت لي، زدت زينتها بالقزبر والنعناع. خليك الطبق تاعنا راهو واجد، راهو شاهي ما شاء الله، شاهيتكم في الجنة خياتي. هنايا راح نسقيه، يعني نحطه في طبق التقديم. تحبوا يعني تقصوه على زوج باسكو راس تاع الفلفل راهو كبير، يعني قصوه. انايا هنايا حطيته على حاله، من بعد قصيته. دوك تشوفوا تبسي واحد اخر. هنايا جا ما شاء الله الرز تاعنا جا مفركت، يعني جا مزربع، جا روعه روعه. وهذوك لي بولات كيما شفتوا زدت لهم من غير تاع الفارينه، ما نحلوليش، جاو ما شاء الله، جاو بنان. الرز هذاك جا طايب، جا يعني طبق روعه روعه. كيما شفتوا الطبق ما فيه ني لحم ني دجاج، وجا ما شاء الله. والان خياتي العزاز نقول لكم نخليكم في امان الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.